تفتكروا صناع فيلم تترس اللي موجود دلوقتي على ابل بلس عملوا ايه عشان ما حدش يفتكر ان ده فيلم اطفال؟ حطوا شتايم فالريتنجز عليت، فالناس عرفت ان ده مش فيلم اطفال. هنك اللي بيحاول يجيب حقوق لعبه تترس من الاتحاد السوفيتي اللي بينهار. يعني اصلا الاتحاد السوفيتي كان بيعتبر ان كل الناس اللي جايين دول اعداء، فما بالك واحد جاي بقى من العالم الغربي عشان ياخد لعبه روسي وينشرها للعالم كله. الفيلم طبعا بيوريك عالم الكي جي بي والفساد والاتحاد السوفيتي، وفي الظروف دي ازاي قبل ما ينهار، واصرار الراجل ان هو يجيب لعبه تترس. لكن انت مش هتتفرج على حاجه بجوده بريدج اوف سبايز، لا هو اقل من كده بكتير، بس هو ستيل لسه فيلم حلو. البطل بيقول ان هو اول مره لعب تترس ابتدى يشوفها في كل مكان وابتدى ينام يحلم بيها، وطلع فعلا في الدنيا حاجه اسمها التترس افكت، وان لعبه تترس بتقوي ذاكره وبتعمل نمو لبعض القدرات العقليه عند الانسان. لكن لعبها زيادة عن اللزوم ممكن يخليك تشوف كل حاجه باترن زي التترس. ومش بس تترس، اي لعبه في الدنيا بتخش فيها كتير بتبتدي تشوفها حواليك وبتبتدي تاثر عليك. كان في لعبه وانا صغير اسمها كارما جدا، عارف معدي الشارع فانت تيجي بالعربيه تزنقه ورا عمود دور طق تفلقه نصين، امرك كده اهو تروح واخد 3 4 فيديك الكومبو البونص. فلما كنت باجي اسوق بعديها كنت بخ بيلب دقيقتين 3 بيقول لي ده هل الفيلم ده يصلح كديت؟ ما اعتقدش. هل الفيلم ده يصلح اطفال؟ هم اصلا قاصدين ان هو ما يبقاش مناسب للاطفال. هل الفيلم ده يصلح كموفي نايت؟ يعني ممكن لو انتوا جروب ولاد، ممكن بنات ما اعتقدش. انا اسمي عزت امين، من فضلكم اعملوا لي لايك ومتابعه وشير.